السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا اليوم نورجيكم المكان اللي احنا نزحنا فيه واللي طلعنا من الشمال للجنوب واستقرينا تقريبا في المكان هذا، ولسه بنرتب فيه على سبة انه يكون المكان والمأوى اللي يقوينا بعد النزوح من الشمال. فاليوم حابين نشرح لكم كيف الوضع عنا وكيف احنا وصلنا وظبطنا المكان ووصلنا للجنوب واستقرينا في المكان هذا. اليوم بدنا نقول لكم انه كيف عندنا الخيم ووضعها. هذه الخيم طبعا يعني زي ما انتم شايفينها، شدوا بايديكم هيك بنمزة دايبة مع الشمس تتمزع لحالها. عندكم السقف كمان لا يصلح للشتاء لانه كله مخرم وممزع مع الشمس ناشف، بتشدوه بمزع بايديكم. فاحنا باحتياج اصحاب الضمائر الحيه والناس اللي حابه تساعدنا ويكون بميزان حسناتها بانه تشوف الوضع اللي احنا وصلنا له وتشوف ايش الظروف اللي احنا وصلنا لها. فاليوم احنا طلعنا من الشمال، معانا الخيمتين هدول للاولاد والنا، لكن الخيمتين لا يصلحوا للشتاء واحنا داخلين على الشتاء. زي ما انتم شايفين وضعهم كيف ممزع، كيف ظروفهم وكيف الوضع اللي احنا عايشين فيه. ايوه زي ما انتم شايفين هذا طبعا كلها لا تصلح اليوم لانه تكون في الشتاء مأوى إلنا، لانه حتكون المية تدخل علينا في الشتاء وحتكون تبهدلنا. طبعا انتم عارفين انه ظروف النزوح كانت صعبة، ظروفها كانت سيئة كثير، لكن نحمد الله على كل شيء. حتى كمان احنا حاولنا نضلل حالنا في الشوادر من فوق. زي ما انتم شايفين الشوادر كلها دايبة وممزعة، بتشدوا الشادر هيك بينزع لحاله لانه دايب مع الشمس. زي ما انتم شايفين ما بيحوناش الا بس للشمس، اما في الشتاء حتكون للمية. وزي ما انتم شايفين هيك كلها ممزعة ومحترقة ودايبة مع الشمس. تعالوا نورجيكم كمان الخيم كلها حتكون، هذه كلها كانت مع شدة القصد كلها شظايا مخرمة زي هيك، فمش حتصلح لنا للشتاء. اليوم حندخل بأول خيمة ونورجيكم كيف ظروفنا في الخيم. هذه أول خيمة اللي هي خيمة الأولاد. طبعا بدكم تشوفوا على أرض الواقع، شايفين كيف ممزوعة. هذه بتدخل مية علينا في الشتاء، فهذه كلها مخرمة ولا تصلح للشتاء. اليوم شوفوا هان كيف الظروف، شوفوا كيف التمزيع فيها، هان كلها ممزعة لا تصلح للشتاء. باحتياج احنا شوادر وباحتياج همتكم معانا بإذن الله حيكون في ميزان حسناتكم، لأنه الظروف زي ما انتم شايفين كله ممزع دايب، لأنه هذه إلها سنتين في الشمس معروضة في الهواء فنشفت ولا تصلح لأنه تكون مأوى إلنا أو سكنة اللي تقوانا في الشتاء من شدة البرد والظروف اللي احنا فيها. حبينا نورجيكم على أرض الواقع إيش الظروف اللي احنا عايشينها وإيش الوضع اللي احنا عايشينه وإيش شايفين على أرض الواقع، لأنه في ناس لما بنشرح لهم بدون ما نصور فيديو فبقتنعوش، بقول لك لا يا عمي يمكن الجماعة حابين انه يطلبوا، لكن انا على ارض الواقع حابة اورجيكم كيف وضع الخيم وكيف وضعنا وعايشين. وهذه الخيمة نفس الشيء ونفس الوضع، برضه لا تصلح للشتاء بس للصيف لانه تلقى عنا الشمس. اكثر من هيك لا تصلح، كلها ممزعة زي ما انتم شايفين، كلها ممزعة بدخل عليها المية في الشتاء حتكون كلها للمية وغرق للمية. اليوم زي ما انتم شايفين كل اطراف ممزعة، وهي الفضة زي ما انتم شايفين هاي هان كله ممزع. فهذه لا تصلح للشتاء، يعني اي هواء او زوابع شديدة ممكن انها تغرقنا وتكون المية تدخل علينا ويكون الوضع صعب. اليوم احنا حبينا نورجيكم على ارض الواقع ايش اللي احنا باحتياجه. احنا طالبين من اهل الخير انه يحاولوا يقفوا معانا ويساندونا بهالوضع اللي احنا فيه. طبعا هاي باقي المكان اللي احنا قاعدين. الارض طبعا زي ما انتم شايفين رمل برص زي هيك،
ما في أي شيء، لا مأوى لا حجر ولا شجر في قلبها بعيش. حتى الحيوانات الله يعزكم ما بتعيش فيها. زي ما انتم شايفين هاي مطبخ ام حسن البسيط اللي احنا عايشين فيه. زي ما انتم شايفين الشوادر باحتياجها ام حسن بتبقى تطبخ في الشمس لانه ما في شوادر كفايه لانه نغطي المكان. زي السقف زي ما انتم شايفين في العراء ما فيش شوادر انها تغطينا من الشمس كامله. فهمتوا علي؟ فاليوم احنا باحتياج شوادر وباحتياج خشب لانه احنا نست فيه المكان ويكون مأوى. هذا المكان هي شرحنا لكم اياه بالتفصيل. زي ما انتم شايفين الهواء ولسه ما دخلناش على المنخفضات ولا على الرياح، وانتم شايفين الشوادر كيف بتعمل معنا. هذا على ارض الواقع، حبينا نشرح لكم عشان انتم تكونوا فاهمين الظروف اللي احنا بنعيشها في هالوضع السيء. لكن الحمد لله على كل شيء. برضو احنا صامدين ومحتسبين وبنقول الحمد لله. زي ما انتم شايفين الشوادر بتنزل وبتطلع علينا عروسنا لانه احنا رابطينها مجرد بحبال لانه ما في خشب ولا في شغلات انه احنا نعملها. فهذه الشغلات كلها يعني بتكلف كثير وتكاليفها عالية. وطبعا هذه الوضع الحالي امكانياتنا صعبة. انتوا عارفين انه لا في عمل ولا في شغل لانه احنا زي ما انتوا شايفين الضرب هي على مسمع دينيكم. يعني صدفة وانا بصور صار الضرب عندنا. هاي مدفعية انضربت طبعا، الله اعلم عند مين من اصحاب المخيمات هان. لكن احنا حبينا نورجيكم عرض الواقع ايش ظروفنا وايش حياتنا الصعبة اللي احنا عايشينها. شعب ضعيف، شعب غلبان، شعب مظلوم، لكن هاي امكانياتنا وهي ظروفنا. حبينا نورجيكم كل حياتنا الطبيعية اللي احنا عايشينها وظروفنا اللي احنا عايشينها. زي ما انتم شايفين الارض كلها رمل باحتياج لو اي شوادر نفردها على الارض تغطي في المية، تغطي الارض من المية عشان تسترنا في الشتاء. هذا الامكانيات وهذا الظروف اللي في ايدينا وهذا اللي تحت ايدينا. احمد الله. وان شاء الله الفيديو هذا يكون مؤثر لاصحاب الضمائر الحية ومؤثر للناس اللي في امكانية انها تقدم لله سبحانه وتعالى ويكون في ميزان حسناتها، يكون شفيع لهم اخر ايامهم، يكون شفيع لاخرتهم عند الله سبحانه وتعالى. هاي امكانياتنا وهي ظروفنا. احنا ما بنطلب الا القليل لانه احنا نقدر نعيش. ما احنا طالبين حاجة كبيرة، احنا مجرد طالبين حياة. احنا بنموت كل يوم وطالبين حياة، ما طالبين شغلة كبيرة. احنا ناس مسلمين موحدين. اه طبعا انتم فاهمين. سبحان الله ربنا بده يظهر الحق وانتم فاهمين. انتم شايفين ايش اللي صار واحنا بنحكي لسه. حابين نحكي كثير في السياسة لانه بدناش يأثر على قناة البث تبعت ام حسن لانه تعبنا واجتهدنا عليها. وشكرا لكل اللي اجتهدوا على قناة ام حسن لانه يحاولوا يوصلوا صوتنا للجميع. واحنا حابين نورجيكم على ارض الواقع ايش الظروف اللي احنا عايشينها. نحمد الله ونشكر الله على كل شيء. نحمد الله ونشكر الله على كل شيء. الحمد لله على السراء والضراء. يا جماعة وضعنا صعب والاشي صعب، وزي ما انتم شايفين حياتنا صعبة ومرهونة واحنا مجرد ارقام كل يوم بنموت. يعني هيك انتم سامعين كيف ممكن يكون احنا الهواية عندنا المرة الجاية. فنحمد الله على كل شيء. لكن احنا بنطلب من الجميع بانهم يشاركونا البث ويشاركونا الفيديو ويشوفوا الوضع اللي احنا عايشين فيه وتشوفوا الظروف اللي احنا عايشينها قاسية وصعبة علينا. واللي بيشاركنا وبيحاول انه يساعدنا ان شاء الله يكون في ميزان حسناته ويكون باذن الله باذن الله باذن الله شفيع له يوم الاخره. لانه البني ادم في النهايه ما عمله هو اللي بينفعه. وهذه الشغله اللي التجاره مع الله لن تبور. احنا ناس محتاجين وظروفنا صعبه. ونتمنى من الجميع انه يتفهمنا ويصل لكم الفيديو والمناشدة بانه فعلا احنا باحتياج هذه الشغلات لانه احنا ننقذ حالنا بالظروف الصعبة. وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله، والله يفرجها علينا وعليكم.